ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده كده اليوم بتاع السوق وازاي انا برتب الخضار بتاعي. وتعالوا شوفوا جبت ايه وبالاسعار هقول لكم كل حاجه. اول حاجه بس ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. اول حاجه كده جبتها معاكم هي انا جبت 2 كيلو فراوله. الكيلو عامل 25 جنيه. دول 2 كيلو ب50 جنيه. دي كانت اول فاكهه. انا جبت كذا نوع فاكهه، يعني جبت 3 انواع حلوين يعني وفاكهه حلوه. علشان العيال يعني وكده بيحبوه. فاول حاجه جبتها معاكم 2 كيلو كده من الفراوله. الكيلو عامل 25 جنيه. دول 2 كيلو. جبت كمان جزر، جبت كيلو واحد بس. الكيلو عامل 10 جنيه. بجد الجزر والكوسة ارتفعوا بسعر، يعني رجعوا تاني بجد اسعارهم ترتفع من تاني. يعني كيلو الكوسة عامل 20 جنيه. فبصراحة انا ما جبتش، انا مفرزة معاكم كمية. فبس جبت جزر بس كيلو علشان بنحبه يعني في السلطة وكده. وانا اوقات بستخدمه لابني، يعني بسلق منه كده مع شوربة اللحمة. جبت كيلو موز او كيلو ونص. الكيلو عامل 15 جنيه. وجبت كيلو 2 كيلو برتقان. جبت الكيلو عامل 10 جنيه. دول 2 كيلو. بس هحطهم كده بحب كده في الباسكتات دي. الباسكتات دول حلوين. كان جوزي جابهم لي كده من السوق. التلاتة دول الواحد عامل 10 جنيه. بجد حلوين جدا جدا، وعايزة اقول لكم فرحت بيهم جدا. بس حطيت كده البرتقان كده والموز. يبقى احنا جبنا فراولة الكيلو عامل 25، والجزر عامل 10 جنيه، والموز عامل 15، والبرتقان عامل 10 جنيه. دول كان الفواكه اللي انا جبتها معاكم. جبت طماطم، والطماطم يعني بتتغير الاسعار بتاعتها كل شوية، بتكون بسعر معين. يعني في اول السوق بتكون بسعر، وفي نص السوق بتكون بسعر، وعايزة في اخر السوق بتكون بسعر. فالطماطم انا جبت وزنتين، يعني طماطم دول 4 كيلو، 2 و2. آه لا، جبت 6 كيلو، 2 و2 و2. جبتهم كام؟ الكيلو عامل في جزء الجاب على 7.5، وفي جزء الجاب على 8. متشكلين يعني، في جزء كده وفي جزء كده. حلوين. بس طماطم حلوة وناشفة وحمرة، لونها كده حمرة حلوة يعني جميلة جدا. دي كانت الطماطم بتاعتي. دلوقتي الموسم بتاع الطماطم فرزوا بجد. التفريزات حلوة جدا. يعني بيقولوا في شهر رمضان كيلو طماطم هيوصل 30 جنيه و25 جنيه. فبصراحة الحقي جيبي قفص كده وخزنيه عندك في الفريزر، بجد هينفعك جدا. حلو جدا. انا جبت قفص وخزنته معاكم في الفيديوهات اللي سابقة. وكمان عايزة اجيب قفص تاني برضو وافرزه واشيله. الطماطم ما بتخسرش في الفريزر، حلوة جدا وبيكون ليها بركة وبنستخدمها، وكمان ما بنقدرش نستغنى عنها. جبت كمان جبت دي ادي الطماطم، وادي الجزر، وادي الفراولة. جبت كمان ربطة من البنجر. حلو جدا جدا جدا. البنجر بيكون يعني ليه فوائد كتيرة، وكمان لو عندك انيميا بيكون حلو جدا. فانا جبت ربطة واحدة بس عايزة اضيفها. هحتاج منها جزء اضيفه للطماطم عشان زي ما قلت لكم. وكمان عايزة اعمله سلطة علشان انا عندي انيميا. فالدكتور كان قايل لي ان انا لازم استخدم، يعني اكل حاجات بتقوي المناعة وكده، والانيميا ترفع لي كده. فعشان محتاجة يعني وكده. جبت البنجر، قالوا لي عليه حلو جدا. فجبت كده ربطة، قلت اعمله سلطة، اسلقه واكله، يعني هشوف. جبت فلفل اخضر. حلو جدا برضو الفلفل في الفترة دي حلو، وكمان سعره حلو. جبت الخيار الكيلو. السوق اللي فات كان ب15، المرة دي ب10 جنيه. حلوة برضو، يعني نزل 5 جنيه، حلوة جدا. جبت 2 كيلو حلوين. الفلفل عامل 10 جنيه برضو. سعره حلو.
دي الاسعار بتاعتنا في السوق يعني بتاعنا وكده. كمان جبت بصل للخزين. الربطة عاملة 10 جنيه، انا جبت 3 ربط ب30 جنيه، حلوين جدا. وجبت كمان ليمون، الكيلو الليمون ب25 جنيه، انا جبت ربع. احسبوا ربع انتوا بكام؟ ب7.5. فحلو بالنسبة لي. جبت كزبرة وشبت وبقدونس، جبت كده ب15 جنيه او 20 جنيه كده خضرة، بتنفعني جدا. وعايزه اقول لكم هتشوفوا معايا في الفيديو اللي جاي ازاي انا بشيلها في الفريزر وبتقعد معايا وبتفضل خضرة وما بتبصش وبتحافظ، يعني بتكون بجد تحفة. دول 3 ربطات كده، الواحدة عاملة 10 جنيه. بيكون فيها 3 بصلات تقريبا او 4، حلوة جدا. علشان انا ملحقتش اخزن، يعني البصل الناشف بيكون غالي جدا، اللي هو بيتباع يعني الكيلو عامل 25 و30 جنيه، وفي الأحمر عاملة 40 يعني. فبالنسبة لي البصل ده بيكون كويس، أنا بجيبه وبنشفه عندي في البيت، بقطع كده الورق الأخضر اللي فيه وبسيبه كده وسط الورق بتاع البصل، بينشف لوحده في تهوية كويسة، بينشف مع نفسه كده. تقدري تستخدميه بصل كده ناشف بيكون حلو، تستخدميه في الأكل عادي جدا. انا الورق ده بتخلص منه يعني وكده، ما بخليهوش. بس انا هاخد دول يعني البصلايه بس نفسها، والورق ده انا يعني بتخلص منه، ما بخليهوش يعني معايا وكده، لانه ملوش استخدام معايا. وكده كده انا جبت بصل اخضر، فمش هحتاج البصل ده معايا في حاجه. بس هوريكم كده شكل الخضار بتاعي. وجبت كمان بطاطس، كيلو البطاطس عامل 10 جنيه، وفي ب12.5، كذا سعر يعني. فبرضه بطاطس حلوة وكويسة وهي تحمير، يعني أنا بسأل، يعني جوزي بيسأل الراجل بيقول عايزين البطاطس تحمير فيه وبطاطس سلق فيه. وفي كذا أحجام، يعني دلوقتي الموسم بتاع الخضار بيكون حلو جدا جدا في الشتاء. على قد ما تقدري تجيبي وفرازي. أنا عايزة أفرز معاكم بطاطس، وهوريكم شوية حبة تفريزات كده حلوين الفيديو اللي جاي أو اللي بعده مش عارفة. بس هوريكم فيديوهات اللي جاية إن شاء الله هتشوفوا هيكون فيها تفريزات حلوة وافكار حلوه. تابعوني بقى وشوفوا هنعمل ايه. وده شكل الخضار بتاعي، هرص معاكم كده في التلاجة. انا الليمون بحب اعمله جدا، بحطه كده في منديل كده من في العلبة، ومخصصة كده علبة معينة كده لليمون، بشيله فيها على طول يعني، ما هي لليمون. بس. وهنا كنت هعمل كده كوباية قهوة. طبعا انا هرص معاكم برضو في التلاجة الخضار بتاعي كده كامل متكامل، بس قلت كده افصل كده واعمل كده كوباية القهوة دي، علشان بجد كنت فصلت خالص، فكنت محتاجة كده ان انا افصل شوية واعمل كده حاجة تفوقني بجد. علشان يعني انا الفترة دي بقيت بهبط كده بسرعة، فبحتاج كده حاجة تفوقني. شربت يعني القهوة كوباية القهوة بتاعتي، وقلت كده اشربها. بعد كده التلاجة ورصيتها كده بس ما جبتهاش انا وبغسلها معاكم، وهنحط الحاجة فضيتها كده خالص. فرشت المفارش دي، انا كنت اشتريت الطقم ده ب20 جنيه برضو، جابولي جوزي برضو مع ال3 بسكتات حلوين جدا عاجبني جدا. الطقم ده كامل ب20 جنيه، حلو جدا جدا. وكمان القوام بتاعه حلو، يعني مش اللي هو الورق اللي هيتكسر، لا، بلاستيك كده حلو كده، مادة زي الفوم كده. بس. وهنا هرص، ادي حطيت علبة الليمون، وحطيت هنا الباسكتات ال3 دول من فوق، حطيت الجزر بتاعي، وحطيت كده الخضار بتاعي. بحب جدا لما بنظم كده التلاجة بتاعتي، بيكون شكلها حلو كده ومرتب ومنسق، والحاجة كده مش متلخبطة فيها ولا اي حاجة. بس. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.